السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعرف على بعض الأسئلة التي تطرح على المربيين كتقييما لهم، ويمكن كذلك للمقبلين على مباراة التعليم الأولي الاستئناس بهذا الفيديو والتعرف على مختلف أنواع الأسئلة اللي كتحط لكم في هذه المباراة. سيكون هذا أول فيديو، لذلك لا تنسوا الاشتراك لمتابعة الأسئلة القادمة. والآن نبدأ بالسؤال الأول: أعطي تعريفا للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي. بالنسبة للسؤال الثاني: من هم شركاء المؤسسة؟ أما بالنسبة للسؤال الثالث: ما هي أعمدة المؤسسة؟ يمكن أن تجد أعمدة المؤسسة، ما هي أعمدة المؤسسة، أو ما هي ركائز المؤسسة، يعني نفس السؤال. أما بالسؤال الرابع: ما هو المنظور البيداغوجي للمؤسسة، أو يمكن القول ما هي المبادئ الأساسية للرؤية البيداغوجية. والآن نبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة. نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول وهو: أعطي تعريفا للمؤسسة. بالنسبة لتعريف المؤسسة خاصكم تكونوا ضابطينه بشكل أصح، لأن ما يمكنش أنك تكون خدام مع واحد المؤسسة ولا عاد باغي تخدم معها وما عارفش التعريف ديالها. وهناك بعض الجهات حطوا لهم تعريف المؤسسة على شكل صحيح أو خطأ، بلاصة 2008 حطوا لهم 2009 وإلى غير ذلك. ضروري خاصك تكون ضابط التعريف بشكل أصح. هي مؤسسة غير ربحية تأسست بتاريخ 10 مارس 2008 بمبادرة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية. والآن نمر إلى السؤال الثاني، وهو: ما هم شركاء المؤسسة؟ من خلال التعريف ديال المؤسسة تقدر تستخرج شركاء المؤسسة اللي هما وزارة التربية الوطنية، وزارة الداخلية، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية. بالنسبة للسؤال الثالث: ما هي أعمدة المؤسسة؟ أو قد نجد ما هي ركائز المؤسسة، بحال أعمدة بحال ركائز، نفس المعنى. أولا: FMBS تسيير، FMBS تكوين، FMBS أبحاث، FMBS تطوير، كاين 4 أعمدة. نمر إلى السؤال الرابع: ما هو المنظور البيداغوجي للمؤسسة، أو ما هي المبادئ الأساسية للرؤية البيداغوجية؟ تعتمد المؤسسة المغربية عدة مبادئ، من بينها اعتماد اللعب كأداة بيداغوجية، كنستخدموا اللعب لتمرير التعلم، اعتماد بيداغوجية المشروع، اعتماد لغتين، لغة الاستقبال ولغة التعلم. لغة الاستقبال هي الدارجة، ولغة التعلم العربية أو الفرنسية. اعتماد مبدأ التدرج، التدرج في إيصال المعلومة أو إيصال التعلمات، والانفتاح على المحيط الخارجي واستثماره بيداغوجيا. هادشي كامل غادي نتعرفوا عليهم في الفيديوهات القادمة. ما تنسوناش بصالح الدعاء، ونتلاقوا في الفيديو القادم إن شاء الله.